مشاهدينا اهلا بحضراتكم، لقاء جديد وحلقه جديده من حلقات مجلس الفقه. ويتجدد لقاؤنا اليوم مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، ليتحدث عن التعدديه الفقهيه في اركان الوضوء. اهلا بحضرتك يا دكتور. بارك الله فيك وفي كل المشاهدين والمشاهدات. من اين تود ان تبدا؟ اذا اردت ان نبدا بالرسائل مباشره، او دائما اعتدنا ان يكون لحضرتك مقدمه تتعلق بموضوع الحلقه. هي في بدايه عشان بس بنذكر نفسنا والساده المشاهدين الكرام احنا ماشيين ازاي. كان في لقائنا السابق بنتكلم عن دروس عاشوراء، وذكرنا من اهمها ان رساله كل الانبياء لخلق الله عز وجل عباده ربنا، قصد ربنا. بنقول لكل انسان وانت بتتكلم اقصد، خلي قصدك او امام الله امامك وانت بتتصرف. لما الانسان بيخلي ربنا اللي هو خلقه وهيقابله ويحاسبه، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فالانسان اكيد هيبقى صادق. ما هو اهم شيء ان الانسان يبقى ايه؟ صادق مع نفسه، امين. هي الامانه ان يكون امين مع نفسه. هو في امانه مع الله على قدر صدق نيته وعلى قدر سلامه قلبه. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا اتى الله بقلب سليم. انت اهم حاجه يا انسان خلي قلبك سليم. قلبك سليم وانت بتتصرف وانت بتتكلم، خلي ربنا قدامك. ما تخليش مخلوق قدامك، خلي اللي خلق المخلوق ده هو اللي قدامك، عشان تبقى انت ايه؟ مقتنع باللي بتعمله وبتطلع اجود ما عندك. وايمانك بالله مش معناه انك انت تبقى اسف يعني في التعبير قليل الذوق مع غيرك. ايمانك بالله وخوفك من ربنا يخليك راقي في التعامل مع غيرك. ما هو غيرك ده بشر برضه ربنا كرمه، غيرك ده مخلوق ربنا كرمه، فانت لازم تعامله بمقتضى التكريم. لكن مش مقتضى التكريم ان انا احيد عن الحق. فاحنا بنتكلم في رسالة الانبياء اللي هي بتخلي الانسان مع الله، لكن في ذات الوقت متعددة الشرائع. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. مفيش داعي تضيعوا وقت يا متدينين مع بعض، أنا الصح أنت الصح. لا، كل واحد ممكن ينصح الآخر أو يبين للآخر وجهة نظره، لكن دون إضاعة وقت فيه ان انا احسن منك او انت دينك ضعيف. التهم دي بلاشها. خلي المزايدات دي، اللي بيحب يزايد في الدين مع الله، والانتقاص من الدين. انت ما انتش الرب عشان تقبل الدين. هو انت ليه بتنتقص ديني يا اخي؟ هو انت الرب اللي هتحاسبني؟ انت اللي هتديني جزاء ولا ربنا اللي هيديني الجزاء؟ ربنا اللي هيديني الجزاء. طب انت بتنتقص ديني ليه؟ ما تسيبني مع الله عز وجل. انت تقول لي بوجهة نظرك وتقول لي قناعتك، وانا برضو اللي هقابل ربنا بعقلي مش بعقلك، بقلبي مش بقلبك، بضميري مش بضميرك. اذا نشيل الصراع الديني. يعني حاجة بتقول للناس ممكن يتبادلوا النصح بالحكمة والموعظة الحسنة، لا يتبادلوا التقييم والحكم على بعضهم البعض وتدين. الله هي دي. هي دي كل ما نتمناه. محدش يقيم التاني، وان كل واحد عاوز يبلغ الاخر برفق ولين وذوق وانسانيه من غير ما يكون حكم عليه. ايوه. وبعدين ايه؟ ما يعتقدش ان هو فلت من الحساب يوم القيامه. هو انت يا فقيه الفقهاء يوم القيامه امن؟ هو انت يا امام الائمه يوم القيامه ضمنت نفسك؟ لا، محدش يامن مكر الله عز وجل. اذا احنا كلنا هنتحاسب، ولا في بعضنا يعني هيقول انا وصلت من درجه العلم ودرجه الولايه ما ان يعفو الله عني ولي بقى هناك مدخل اخر. لا، فين السواسيه بين البشر وفين عدل الله عز وجل؟ كلنا هنتحاسب وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. فاذا كنا احنا هنتحاسب بهذا الوضع، اذا ما حدش فينا يزايد على التاني بالدين ولا ينتقص من في حق الاخر من امر دينه. ونجعل التعدديه تعدديه تمايز، تعدديه مراعاه فروق خلقه. يعني ايه فروق خلقه؟ يعني سيادتك في سن غير سني، سيادتك في معلومات دايره معلومات غير دايره معلوماتي، سيادتك في قدره صحيه غير قدره صحتي،
سيادتك في حتى قناعات احيانا في فهم النص وفهم اجتهاد الفقيه تختلف من شخص لاخر. كل واحد ممكن يبقى قناعته وفقا لما قبله عقله وترجمه لهذا الاجتهاد الفقهي مختلف عن رؤية الاخرين. وما فيش حد فينا يملك انه يلغي اراده ولا عقل غيره، لان اللي خلق عقلك بامكاناته ربنا، واللي خلق عقلي بامكاناته ربنا. نعم. فكل واحد فينا لازم يقتنع بنصيب رزقه المقسوم له، وان نقبل التعدديه ونقبل الاختلاف. كنا نقبل الاختلاف، دي ميزه الدين الحق، ميزه الاسلام الخاتم الذي جاء يستوعب الكل. دين الاسلام اللي بيقول للناس، ما هو الاسلام ده من ايام سيدنا ابراهيم مش من سيدنا محمد. سيدنا محمد دين خاتم، لكن من ايام سيدنا ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالاسلام اسمه كده، الاسلام لله. الاسلام لمين؟ لله، مش الاسلام لبشر، مش الاسلام لرسول، مش الاسلام لنبي، مش الاسلام لولي، مش الاسلام لمخلوق. الاسلام لمين؟ لله. الاسلام يعني تسليم امري لله، ثم ايماني برسل الله جميعا. انا امنت برسل الله وبكتب الله عز وجل، ومع ايماني بكل رسل الله ومع ايماني بكل كتب الله التي انزلها من السماء، لكن عند التنفيذ انا ما اقدرش استوعب كل الكتب دي، ولا اقدر؟ لا طبعا. ولا اقدر استوعب كل المرويات عن الانبياء كلهم، ولا اقدر استوعب حتى ما ورد في كتاب الله في القرآن الكريم. في مخلوق يقدر يستوعب كلام ربنا كله؟ احنا يوم ما بنستوعب كده منحة من ربنا اللي بيديها لنا، يعني قطرة من علم. فاحنا كلنا على باب الله عز وجل. لاجل هذا كانت هناك التعددية في امر الاديان، ثم في امر الدين الواحد اللي هو الدين الاسلامي الخاتم. اللي بنثبته في هذه الحلقة والحلقات القادمة ان شاء الله هنثبت ان احنا مع تعددية فقهية رسالتها ان في صح وصح اخر، ان في انا صح وغيري ممكن يكون صح. ما نضيعش وقتنا في المزايدات ولا الانتقاصات الدينية. امر الاول اللي هنبتدي فيه باب الوضوء. باب الوضوء اللي هنتكلم فيه ده باعتباره اخطر باب. عارف ليه؟ يترتب عليه صحة الصلاة. ما هو لو ما صحش وضوءك لن تصح صلاتك، والصلاة عمود الدين. فانا بادئ من الاساس الوضوء. قبل ما ابتدي في رسالة اولى في الوضوء اسأل سؤال: هو الوضوء ده في عهد الدين الخاتم فقط، ولا في كل دين سماوي اسلامي من حسب معلوماتنا من ايام سيدنا ابراهيم؟ رأيين. هثبت لك الرأيين دول باختصار. انا ليه بذكرهم؟ علشان المشاهد يستوعب قد ايه احنا وقعنا في خطاب ديني حولنا لطائفية. وكل ما اتمناه خطاب ديني تعليمي يحولنا لشعب مش لطائفية. الخطاب الديني التعليمي يحول الشعب لشعب، يجعل الشعب كله منسجم مع بعضه بتعددياته. فقه وفقه، ربنا امرنا بتعليم الفقه ولا بحشد الناس على فتوى؟ بتعليم الفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وسيدنا النبي قال في حديث البخاري ومسلم عن معاوية بن ابي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا فقه الدين باب مفتوح لكل خلق الله، ولا فقه الدين حكر على حد؟ لا طبعا، متاح لكل خلق الله. طب الفقه قائم على التعددية ولا قائم على الأحادية؟ على التعددية. الله. لأنه ممارسات بشر مختلفين، الله. مش كلهم نفس العقل ونفس صدقت. القراءة. صدقت. يعني يوم ما أقول لك أبو حنيفة فقه، بتلاقيه في المسألة الواحدة بيقول رأيين ثلاثة، ومالك بيقول رأيين ثلاثة، كل واحد فقيه بيقول رأيين ثلاثة. أنا بقى باعتباري مانيش فقيه، أمال ناقل فقه. أعمل أما أقول لك أبو حنيفة قال كذا ومالك قال كذا وذكرت لك الآراء. التعددية دي رحمة وواقع تثبت تخلينا كلنا مفيش فينا طبقات دينية. مفيش فينا طبقات دينية. عندنا طبقات علمية، أستاذ مساعد مدرس تمشي، لكن عندنا تقي وتقي بشرطة. عندنا مؤمن بشرطة لا يعلمها إلا الله. لا يعلمها إلا الله. إذن الإيمان وأمر
العقيده دي امر مرجعه الى الله عز وجل. فانا هذكر بس الرايين دول في هل الوضوء شرع من ايام الاسلام الاول اللي ربنا قال لنا على سيدنا ابراهيم وسماكم مسلمين من قبل، ولا الوضوء سيدنا محمد بس هو اللي علمنا اياه والسابقون لم يكونوا يتوضؤون؟ رايان. الرايين دول هذكرهم اراء بشريه ولا اراء دينيه؟ اراء بشريه. هذكر ايه قرانيه ولا هذكر حديث نبوي ولا هذكر استدلالات فقهيه؟ الاخير. استدلالات فقهيه. الراي الاول قال به بعض، والله البعض، عشان تعرف قد ايه لما يكون راي شاذ وانا عايز اعممه بنعممه. عندنا جساره كده، راي كده قاله البعض وبنعممه. نعممه عشان نحقق الرساله بتاعتنا الطائفيه والمذهبيه والانقسام. وجمهور الفقهاء لهم راي تاني. جمهور الفقهاء راي مهمش بكل اسف. هذكر لك الراي الاول اللي هو الشائع قوي، الذي قال به البعض من فقهاء المذاهب الاربعه. الاكثرون قالوا لا، العكس كده. ايه البعض قال ايه؟ قال البعض ان الوضوء خصيصه من خصائص امه محمد صلى الله عليه وسلم، السابقون لم يكونوا يتوضؤون ولا يعرفون الوضوء. جبتم الكلام ده منين؟ عملوا انتقاءات في المرويات الحديثيه واخدوا حديث وسابوا الحديث تاني. ما هي الاحاديث كتير ولا اياه؟ لا كثير كتير. سابوا الاحاديث اللي غير صالح رايهم وراحوا واخدين الحديث اللي في صالح وجهه نظرهم. ايه الحديث اللي في وجهه نظرهم؟ حديث رواه البخاري او رواه مسلم، ان عن ابي هريره ان سيدنا النبي راح زار القبور واللي هو البقيع، انتم السابقون ونحن بكم ان شاء الله لاحقون، ثم قال لقد وددت ان القى اخواننا او ان ارى اخواننا. قالوا يا رسول الله اولسنا باخوانك؟ انت عاوز بتتمنى تشوف اخوانك وانا مش اخوانك؟ فقال لا، انتم اصحابي، اخواني الذين ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقالوا يا رسول الله وكيف تعرف اخوانك يوم القيامه؟ هتشوفهم الناس اللي هتؤمن بيك في الاجيال القادمه، هتعرفها ازاي يوم القيامه؟ فقال ارايتم لو ان لرجل خيل غر محجله، في خيل بهم دهم، في الخيل الفرس يعني الغرة فيها الناصية بتاعتها بيضاء ومحجلة، القدم من تحت تلاقيها برضو فيها بياض، فأصبح البياض فين؟ في الرأس وفي القدم، في تحت في الأسفل. في خيل بهم دهم، بهم سودة، دهم في ليلة سودة، ليلة ما فيش فيها قمر يعني، وكلهم في الصحراء أو في مكان ضلمة والقمر مش منور بالليل. أما كان يعرف خيله؟ هيعرفه ولا ما يعرفوش؟ هيعرف خيله بإيه؟ بالعلامات البيضاء، بالعلامات البيضاء اللي في راسهم وفي أقدامهم. قال كذلك أمتي أعرفهم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. دول بيتوضوا، وما دام بيتوضوا أنا هعرفهم كده في الأمم كلها اللي راسهم بيضة ورجلهم بيضة. من خلال هذا الحديث استدل من قال بهذا الرأي إن الوضوء من خصائص مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما السابقون ده الرأي الشائع. ده الرأي الشائع. مين اللي خلاه شائع؟ المروجون والمحبون والذين يتمنون هذا. يعني افترض ان انا اتمنى ان انشر هذا الخبر فانا بنشره واخبر الراي الثاني. فلما بنشر هذا الراي واخبر الراي الثاني ظلمت الراي الثاني صحيح، بس حققت ايه؟ حققت امنيه جوايا. طب بس الامنيه اللي جوايا ديت تتفق مع امانه العلم؟ ان انا مش كده، مش بعرض كل حاجه. أيوة. يعني بعرض بعض تتعارض الامور فقط ما يتفق معي فقط. اذا تتعارض مع امانه العلم ولا لا؟ تتعارض. بس هنا في معيار ممكن حد من المشاهدين يسال حضرتك عنه، ان حضرتك دايما بتقول يا جماعه ما تظلموش فكره او راي فقهي علشان الاغلبيه قالوا بخلافه والاقليه قالت بيه. مظبوط. يعني حتى لو كان من قال براي اقليه وفقا لطرح حضرتك
انه يحترم هذا الراي. صحيح. فدايما المقياس في التقييم حضرتك بتقول مش الجمهور والاقليه، او حضرتك دايما تقول لنا لو فقيه واحد اجتهد وقال راي بخلاف كل الفقهاء الاخرين له الحق ان ننشر فكرته. طبعا. ومع ذلك بقول لهؤلاء الذين ينشرون جمهور الفقهاء ويسترون القله، هذه المساله جمهور الفقهاء انتم الذين تسترون قولهم. بخلاف ما تفعلون دائما، بخلاف ما انكم بتنحازوا لراي جمهور هو ده. الفقهاء. نعم. ايه بقى راي في جمهور؟ تناقض في موقفهم هنا. الله عليك. تناقض في موقفهم. التناقض في موقفهم ده اكيد مغرض. ايه جمهور الفقهاء بيقول ايه؟ جمهور الفقهاء بيقول الوضوء شرع في امتنا كما شرع في الامم السابقه، لانه ما من امه شرع فيها دين سماوي الا شرع لها الصلاه، وما شرعت الصلاه الا بوضوء. لهم دليل؟ لهم مش دليل، ادله. خد مثلا يعني الراي الاول جاب دليل واحد، خد بقى دول هذكر لك فيهم 3 ادله عشان نلحق بس ناخد رسائلنا. الدليل الاول الاثنين في البخاري وواحد في سنن ابي داود والدارقطني. ناخد الاثنين اللي في البخاري عن ابي هريره الاثنين. الاول بيقول ان سيدنا ابراهيم هاجر الى قريه فيها جبار من الجبابره، وبعدين الجبار ده اراد يظلم، قالوا مدينه اسمها حران، والحران ديت كانت مشهوره، وقيل كانت في مصر، روايات مختلفه. المهم انها قريه كانت فيها جبار من الجبابره وملك ظالم، وطلب ستنا ساره زوجة سيدنا ابراهيم. فقامت، قصه طويله بس انا هذكر بس موطن الشاهد. قامت فتوضأت ثم صلت ركعتين وقالت اني امنت بك بحق ان امنت بك وبرسولك نجني من هذا الظالم. فنجاها الله. وجه الشاهد انها قامت ايه؟ توضأت. يبقى كان في وضوء ولا ما كانش وضوء؟ وصلت ركعتين. الحديث الثاني حديث برضه رواه البخاري عن ابي هريره، قصه جريج العابد او الزاهد الذي كان في صومعته. جريج ده من بني اسرائيل حسب ما ورد في الحديث اللي في البخاري، وسيدنا النبي بيحكي عن السابقين عشان نتعظ. فبيقول ان جريج ده كان قاعد في صومعته وامه جت نادت عليه وهو كان بيصلي، فقعد يتردد، ارد عليها وانا بصلي ولا اقطع الصلاه واروح افتح لها ولا اكمل صلاتي مع الله؟ المهم اجتهد فاختار انه يكمل صلاته مع الله. امه خايفه على خاطرها فدعت ربنا انه يبتليه، فابتلاها بواحده شريره. الشريره ديت راحت حاولت تعمل معها حاجه غلط، امتنع، قالت والله لو وقعوا من السجاده برضه. راحت وجابت ولد من سفاح من واحد راعي وقالت للناس الجريج ده نسبت هذا الولد له. ايوه. فالناس عشان تعرف الناس ببساطه قوي راحوا مكسرين صومعه وطلعوه بره صومعه وقالوا بتعبد ربنا ايه وانت عابد ايه والتريقه. هو استغاث، فماذا فعل؟ توجه فتوضأ وصلى ركعتين. هنا بقى وجه الشاهد، في وضوء ولا مفيش وضوء؟ نعم في وضوء. ثم سأل الله عز وجل انه ينجيه وراح للرضيع. من ابوك؟ قال ابي فلان الراعي. وهذا من الثلاثه اللي ورد عن سيدنا النبي انه اتكلموا في المهد. الشاهد في الحديث ان كان في وضوء ولا ما كانش في وضوء؟ نعم كان في وضوء. خد الحديث الثالث رواه ابو داود والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما، بيقول ان سيدنا النبي توضأ مره. يعني ايه مره؟ يعني غسل وشه مره واحده بس، وغسل ايده مره واحده بس، مسح راسه، غسل رجليه مره. ثم قال هذا وظيفه الوضوء الذي لا تصح الصلاه الا به. ثم توضأ مرتين، غسل وشه مرتين وغسل ايده مرتين ومسح راسه وغسل رجليه مرتين. ثم قال هذا وضوء من اراد ان يضاعف له الاجر. ثم توضأ ثلاثا، غسل وشه 3 مرات، غسل ايده 3 مرات، مسح راسه، غسل رجليه 3 مرات. ثم قال هذا وضوئي ووضوء الانبياء قبلي. ووضوء ايه؟ الانبياء قبلي. يبقى سيدنا النبي اعترف بان في الانبياء قبله كان بيتوضوا؟ لا. واذا كان الانبياء من قبله بيتوضوا يبقى الذين امنوا بهم بيتوضوا ولا ما بيتوضوش؟ مش بيتاسوا بانبيائهم؟ نعم. فالشاهد دل على ان الوضوء
من سنن الصلاة أو من سنن طريقة يعني أو من ضوابط وشروط الصلاة التي تنضبط بها الصلاة في كل ملة سماوية. من خلال هذا العرض وجود الرأيين دول أعتقد إن بنفتح مجال للتعايش السلمي، بنفتح مجال لإعذار الآخر، بنفتح مجال للتعددية الفقهية اللي هنبتديها من أول التسمية بقى في أركان الوضوء، ونكمل في لقائنا القادم إن شاء الله. نعم. إن ما عرفناش نكمل النهاردة أركان الوضوء. الاختلاف في وجوب التسمية على الوضوء. أيوة يا فندم، سيادتك تعلم عشان نتكلم عن الوضوء يبقى بنرجع لمرجعيتنا أو لشرعنا. الشرع اللي هو المرجعية، احنا فسرنا قبل كده الشرعة المرجعية التي نرجع إليها، وما نرجع إليه في ديننا القرآن والأحاديث والسنة المتواترة العملية. خلينا نتكلم في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين. يبقى أول حاجة في الآية القرآنية قالت لنا لما نيجي نتوضأ نعمل إيه يا أستاذ محمد؟ اغسلوا وجوهكم. قال سموا الله؟ ما قالش. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما فيش هنا تسمية. طيب الحديث اللي رواه البخاري اللي رواه مسلم عن أبي هريرة، إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل قدميه خرجت كل خطيئة مشت إليها قدماه أو مع آخر قطر الماء. الحديث اللي أنا ذكرته الآن في تسمية؟ لا مفيش. طيب فين بقى التسمية إذا كنا هنتكلم حتى عن فعل النبي؟ سيدنا حمران مولى عثمان بن عفان في حديث البخاري ومسلم بيقول ائتوني بوضوء مية، يعني الوضوء بفتح الواو هي الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم الواو هو فعل الوضوء. ائتوني بوضوء أي المية حتى أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ المية ثم أفرغ على يديه فغسل يديه كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاث، تمضمض ثم استنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه، وفي رواية فأقبل بهما وأدبر، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا، وقال هذا وضوء رسول الله الذي رأيته يتوضأ به. من خلال الحديث قايل إن فيه تسمية؟ مفيش. طيب فما حكم التسمية قبل الوضوء؟ اختلاف فقهي. المذهب الحنبلي في رواية، وإسحاق بن راهويه اللي مات 288 هجرية، والحسن البصري من قبلهم اللي مات 110 هجرية، قال وضوء من غير تسمية وضوء باطل. اللي ما يقولش بسم الله قبل ما يتوضا كأنه ما توضاش. ده رأي الدين، رأي الإسلام، رأي فقهاء، رأي أحمد بن حنبل في رواية وإسحاق بن راهويه والحسن البصري. رأيهم كده؟ أيوه. نسألهم جبتوا الرأي ده منين؟ قالوا حديث رواه أصحاب السنن عن أبي هريرة إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذا سيدنا النبي نفى صحة الوضوء إلا ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أيوة. على الوضوء. على الوضوء لازم تذكر اسم ربنا وانت اول بتبدا، زي ما بتاكل تقول بسم الله، ولو نسيت قول في وسط الاكل قول بسم الله اوله واخره. اجري هذا القياس حتى في الوضوء، وانت بتتوضا ونسيت يبقى قول بسم الله اوله واخره. طب هو ايه اللي بيرجح كفه راي على راي اخر يا دكتور؟ يعني الفقهاء لما اختلفوا على امر ما، جمهور الفقهاء او مذهب من المذاهب، دايما حضرتك بتقول كان السند هنا لهذا الراي حديث شريف، وكان السند لهذا الراي في الكثير من الروايات ايضا حديث شريف. مظبوط. ايه اللي بيخلي مذهب فقهي او عالم او فقيه يرجح هذا الراي بناء على هذا الحديث على راي اخر ايضا مبني على حديث؟ يعني في سند من الاثر النبوي ومن السيره النبويه الشريفه ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لهذا وذاك. ما الذي يجعل بعضهم يفضل رايا على اخر؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام.
اللي قال لك لازم نذكر اسم ربنا له منطق، ان انا عايز اعمل الوضوء قدسيه، عايز اخلي الوضوء له طقوس. فلو انا خليت الوضوء امر معتاد زي اللي ياخد كده دش ولا كده، يعني يبقى انا ايه الفرق؟ فانا لازم اعمل له قدسيه. ده منطق بشري. المنطق الاخر اللي بيقول لا، التسميه سنه، لان لم يرد في كتاب الله الامر بالتسميه في الوضوء، ولا ورد في الحديث الامر بالتسميه في الوضوء. وهذا الحديث الذي ذكرته اصحاب السنن، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قالوا لا وضوء كامل ولا وضوء يعني تام. لكن زي حديث اخر، لا صلاه لمن لم لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد. لا صلاه لجار المسجد الا في المسجد. الا في المسجد. لو انت طبقت هذا الحديث على ان ملوش صلاه صحيحه الا في المسجد، يبقى اكتر صلاتنا باطله. وسيدنا النبي صلى في بيته في بعض الفرائض. اذا ما تقوليش ان لازم يصلي في المسجد. ولذلك مرات في الحديث البخاري ومسلم، وجعلت الارض مسجدا وترابها طهورا. ترتب عليه الاختلاف في التفسير. كون بقى اجابه عن سؤال حضرتك، طب ليه انا خدت بالراي ده وده ليه اخدت بالراي ده؟ واحد يقول انا عايز ايسر للناس، ارغبهم في الوضوء. واحد يقول لا، انا عايز اعمل للوضوء طقوس مختلفة. وشكل نعم. واهتمام. ده منطق مقبول وده منطق مقبول، ولا في منطق منهم يعني نكره في كل؟ لا، كل منطق منهم يعني قد يقبل. نعم. قد يقبل. لهذه احنا بنتكلم عن التعدديه. وجود هذه التعدديه هي الرحمه التي ندعو اليها، ان في صح وصح اخر. مش زي ما البعض يقول اصل انت ما انتش عارف وانا اللي عارف، انت ما دام ما انتش عارف ما تتكلمش. سبحان الله، هو في حد يعرف كل شيء؟ ولا ربنا بيقول وفوق كل ذي علم نعم. عليم. الاختلاف في وجوب غسل اليدين بعد القيام من النوم. ايوه يا فندم، ادي مساله من اهم المسائل الخلافيه وتغيب عن كثير من الناس. مسلم عن ابي هريره سيدنا رسول الله بيقول اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. سيادتك لما تنام وتصحى وتيجي تتوضا، اول شيء تعمله تغسل ايديك. غسل الايدين ده علشان تقدر تنقل الميه وتغسل وشك. طب افرض نقلت الميه مباشره وغسلت وشك دون ان تطهر اداه الوضوء اللي هي اليد. ايوه يا فندم. يعني يجب اولا ان نطهر اداه الوضوء اللي هي اليد. ايوه، ده السؤال بقى. فما حكم هذا الوضوء باليد بعد الاستيقاظ من النوم دون غسلها؟ مذهبان، الحنابلة والظاهرية لهم رأي، وجمهور الفقهاء له رأي تاني. الحنابلة والظاهرية قالوا يجب غسل الايدين. ده الايد ديت ان لم تكن نجسة فهي في حكم المتنجسة، فلازم غسلها قبل نقل الماء. والرسول قال كده، فإنه لا يدري أين باتت يده. ولها تفاسير كتير لا داعي لذكرها على الهوى، لكن انت النبي قال كده، فإنه لا يدري أين باتت. اغسل ايديك قبل ما تنقل المية 3 مرات. غسلت ايديك، اصبحت ايديك صالحة لنقل الماء لغسل الوجه وغسل اليدين الى اخره. ده رأي مين؟ رأي الحنابلة والظاهرية. بس الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ان الظاهرية قالوا الرسول قال اذا استيقظ احدكم من نومه. كلمة النوم دي تصلح نوم الليل والنهار ولا نوم الليل بس؟ تصلح لكل اوقات النوم، نوم الليل والنهار. وده اللي اخذ به الظاهرية، لانه نفس حالة غياب وعي الانسان خلال النوم، وهذا السبب الذي لا يجعله متأكد من طهارة يده قبل ان يؤدي بها الوضوء. صدقت. الحنابلة قالوا لا، المقصود نوم الليل وليس المقصود نوم النهار. ليه؟ ما هو برضه لهم منطق مقبول برضه. بيقول لك نوم الليل مستغرق طويل، 5 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات. اما نوم النهار قصير، ساعة ساعتين نص ساعة تفرق. بس حضرتك تعلم طبعا، هو يعني انا بقول لحضرتك انه ردا على هذا الامر، انه الشخص ممكن ينام في وسط اليوم نوم عميق جدا جدا،
ده صحيح، وخاصه الناس اللي بيشتغلوا وحد بالليل. مستيقظ مبكرا أيوة. ويبقى عنده عمل زي ما حضرتك قلت في المساء، فاحيانا بيبقى نوم الظهر ده بالنسبه له زي نوم منتصف الليل. مظبوط. بس مع ذلك هم قالوا لما النبي قال اذا استيقظ احدكم من نومه، فالنوم في الغالب يكون نوم الليل ولا يكون نوم النهار الا قليلا. عندما وليس عميقا يعني. أيوة. حسب رؤيتهم. لا مش كلمه عميقا، يقصدوا حاجه تانية. يقصدوا لو واحد كلم سيادتك وقال لك فلان نايم بالنهار، سيادتك بالتاكيد عامل حسابك ان ساعه ساعتين هتكلمه تاني ولا لا؟ نعم. لكن لو جه مثلا الساعه 10 بالليل ولا 11 بالليل وقال لك نام ده نايم، خلاص تاني يوم بقى. بكلمه تاني يوم. اذا عندما نطلق اليوم نوم يراد به نوم الليل. نوم الليل. ده وجهه نظر مين؟ الحنابلة. لهم منطق. شوف حتى لو انت اختلفت معاه، ما هو ما من منطق الا ويرد عليه بمنطق اخر. نعم. اوعى تظن ان في منطق مطلق. كل منطق بشري يعقب عليه، ومع ذلك كل منطق بشري له اساسه يحترم. جمهور الفقهاء بيقول لك لا، ده هنا غسل الايد سنه. غسل الايد ايه؟ سنه. فاللي يتوضا وينقل الميه مباشره دون غسل اليدين الى وجهه الكريم عشان يغسل وشه وايديه وضوءه صحيح يطمن. يبقى مساله خلافيه ولا مساله اتفاقيه؟ خلافيه، رغم ان حديث واحد. الحديث واحد. بس قال لك الحديث لا يدل على نجاسه اليد حقيقه، وانما يدل على الارشاد. نعم. الاختلاف في وجوب النية في الوضوء. ايوه يا فندم. لما ربنا قال لنا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هتقف عند كلمة اذا قمتم الى الصلاة. المذهب الشافعي والحنبلي والظاهري نقف عندها شوية. قال اذا قمتم الى الصلاة، اذا لابد من النية، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. إذا لا وضوء بدون نية. جبتم النية منين؟ من كلمة إذا قمتم. طب بالله عليك، إذا قمتم إلى الصلاة الفاء للتعقيب فيها أمر بالنية ولا ده استدلال وليس دليل؟ استدلال يعني لي النص من اجل فهم معنى. تم استنباط المعنى انه أيوه؟ القيام الى الصلاة يتضمن او يشمل ضمنيا النية، ان الشخص نوى ان يصلي. ايوه يا فندم. ثم استدلوا بحديث اخر ملوش علاقه بالوضوء، ملوش علاقه بالوضوء خالص. نعم. بس في البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب انما الاعمال بالنية، وفي روايه مسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اي عمل لابد له من نية. فما فيش وضوء من غير نية، ما فيش صلاة من غير نية. ده كلام مين؟ جمهور الفقهاء اللي هم الشافعية والحنابلة والظاهرية وكمان المالكية. تعال بقى شوف رأي أبو حنيفة والإمام سفيان الثوري. سفيان الثوري اللي مات 160 هجرية، أبو حنيفة مات 150، اتولد 80 مات 150. أسس مذهب ومات ما شاء الله. يعني هو تولى سن 40، تولى 120 هجرية لما بعد موت حماد أستاذه. لما مات 120 هجرية هو تولى الدرس بعده وأسس المذهب، وأول واحد مسلم يفكر في مؤسسة علمية تدوم، اللي هو زي جامعة. ما أنشأ جامعة بتستمر، مش أنشأ جماعة بفكره. حضرتك بتتكلم عفوا، ده كان الإمام أبو حنيفة. نعم. ثم قلده مالك أسس مدرسة أيضا، ثم قلده الشافعي أسس مدرسة، وهكذا، وأحمد. ثم جاءت الجامعات اللي انت شايفها دي ومدارس. الذين يؤسسون مدرسة تستمر دول فكر عبقري، عشان ما تموتش الحلقة بموته. اللي قبل منه ماتت الحلقات العلمية بموتهم. كل من قال من كان من قبله كأستاذ. المهم حماد بن أبي سليمان ده اللي هو أستاذ أبو حنيفة لما مات 120 هجرية، اتفقوا على إن أبو حنيفة يتولى الدرس من بعده. فقال لهم لا، أنا هتولى الدرس وبرضه الدرس يموت بعدي، لا احنا نعمل مؤسسة. فراح واخد يدور على
عبقريات التلامذه بتوعه، فوجد ابو يوسف ووجد محمد بن حسن الشيباني ووجد زفر، وكلهم اصغر منه ب 30 سنه ابو يوسف، و50 سنه اللي اسمه محمد بن حسن الشيباني 51 سنه، وكلهم اصغر منه بكتير. فالشاهد عمل منهم اساتذه وقال لهم خلينا احنا جيل نعلم حتى يبقى هذا الإرث الفقهي أو الفكري. وبقيت من أستاذ لتلميذ أستاذ لتلميذ إلى يومنا هذا. الشاهد إن أبو حنيفة وكان سفيان الثوري الاثنين قالوا إن النية في الوضوء سنة وليست واجبة. ليه؟ نعم. قال لأن ربنا ما قالش إذا قمتم إلى الصلاة فنوا. نعم. الأمر الثاني إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال العبادية المحضة، لكن الوضوء ده عمل مادي زي ستر العورة. ده عن الاختلاف في وجوب النية. أيوة فندم. نعم. هو أنت لما مش من ضمن شروط الصحة بالصلاة ستر العورة؟ نعم. هو أنت لما بتستر العورة عشان تروح تصلي بتقول نويت ستر العورة، ولا بتلبس مباشرة عشان تستر العورة من أجل أن تصلي؟ نعم. فقال أبو حنيفة قال كده، قال الوضوء كذلك حكمه حكم ستر العورة. يترتب عليه الآتي: إن كل من نزل البحر أو النهر أو حمام السباحة وليس في رأسه أن يتوضأ، مش في دماغه، كل في دماغه أنه يسبح، ثم خرج من مسبحه وليس في رأسه أن يتوضأ للصلاة، ثم جاء وقت الصلاة وهو على يقين أنه لم يحدث ما يؤدي إلى نقد هذه الطهارة التي كان عليها نظرا للسباحة. أيوة يا فندم. لو سألت أبو حنيفة يقول لك صلي، وصلي إمام كمان اللي يمنع، أنت على وضوء. لو سألت مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري يقول لك لا لا لا، أنت ما نويتش، روح اتوضى لو سمحت تاني. يبقى أصبح فيها رأيين ولا رأي واحد؟ رأيين. ده صح وده صح، ولا نقول ده صح وده غلط؟ ناس كتير من الشباب بياخد دش كتير، اخد الدش وما كانش في دماغه وضوء، خرج متوضي على مذهب ابو حنيفه ولا لا؟ نعم. طب بقيه المذاهب مش متوضي. لا. اذا يسروا لاولادكم يا شعب مصر، يا كل المشاهدين والمشاهدات، يسروا لاولادكم. راي ابو حنيفه مش غلط، وراي مالك مش غلط، وراي الشافعي مش غلط، ده صح وده صح. نعم. بس طالما الاثنين صح، ليه اتربس مع الاخر؟ ليه اتشاح مع الاخر؟ ما تسيبوا الدنيا بهذه الانفراجه وهذه نعم. السعه. نعم. ده عن النية. الاختلاف في وجوب المضمضة والاستنشاق. ايوه يا فندم. برضو الآية القرآنية فيها مضمضة واستنشاق. إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فيها قالت مضمضة ولا استنشقوا؟ ما قالش. طيب الحديث اللي أنا ذكرته اللي رواه مسلم عن أبي هريرة: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نضرت عليها عيناه مع الماء. هل ذكر مضمضة واستنشاق؟ ما ذكرش. لا، لم يذكر. طيب. يعني هذا لم يذكر الأمر. طب حديث حمران مولى عثمان لما سيدنا عثمان أتى بالماء عشان يتوضأ، فمن ضمن ما فعله عشان يقول لنا وضوء سيدنا النبي أنه تمضمض واستنشق. هل الفعل الذي فعله الرسول يدل على الإلزام، ولا يدل على الاستحباب، ولا يدل على الجواز؟ مش احتمال. يعني الفعل دون بيان، فعل شيئا، الرسول فعل شيئا، الفعل في ذاته يدل على الوجوب؟ طب ما هو سيدنا النبي من ضمن ما فعل انه كان بيأخذ الإناء ويميله من أجل أن يغسل يديه. يبقى كوني أتوضى من الإناء يعتبر هو الواجب، ولا ممكن أتوضى من الحنفية؟ لا، وارد طبعا. يعني إذن ما تقوليش هات بقى الإناء، ده فعل من العادات. طيب كونه انه يفعل ذلك بنفسه، طب لو واحد سكب عليه يعني استعان بآخر، إذا هناك الفعل في ذاته لا يدل على شيء، وإنما يدل على صفة. هذه الصفة احنا بقى كمتلقين بنحاول نأولها، نقول ده واجبة، لا ده سنة، لا ده من ضمن العادات. طب هو يدل على، حضرتك سألت قلت يدل على الاستحباب أو الجواز أو الإيجاب أو الإيجاب، الإلزام. الإلزام. أيوه. احنا بقى بنتكلم على
سيدنا النبي لما اتمضمض هل قال المضمضه واجبه ولا ده كان عشان ينظف بقه؟ نعم. ولا يعني حضرتك شايف الاجابه من الثلاث اجابات اللي حضرتك قلت انها بدائل لاجابه هذا السؤال؟ ما انا هجيب الاجابه اهوت، هذكرها من كلام الفقهاء، مش انا اللي هبتدي. نعم. ده انا درست كل ده وجاي اقدمه لك في وجبه جاهزه كده. فجاي اقول لحضرتك ان المذهب الظاهري قال لك الاستنشاق اللي هو الاستنثار او استنشاق في الوضوء والمضمضه سنه. المذهب الحنبلي قال المضمضه والاستنشاق كلاهما فرض، اللي ما يتمضمضش ولا يستنشق يبقى كانه ما توضاش. جبت منين يا احمد ابن حنبل رايك اللي بتقول فيه لابد من المضمضه والاستنشاق؟ الحديث رواه الدارقطني عن ستنا عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المضمضه والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه. كده نص الحديث كده، المضمضه والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه. الحديث سنده ضعيف، بس احمد بن حنبل بيقول لك افترض سنده ضعيف بس في امكانك تستمضمض. ماذا ستخسر اذا فعلت هذا الامر؟ ايه اللي يمنع للاطمئنان للتيقن من صحه الوضوء؟ باقي الفقهاء قال لك الحديث سنده ضعيف وربنا ما قالش المضمضه والاستنشاق، اشق على الناس ليه؟ طب ما انا اخلي المضمضه والاستنشاق سنه مراغبات وليست واجبات عشان ما ازعجش حد. يعني كل ما اقلل الطلبات رحمه بالناس ولا كل ما كتر الطلبات رحمه بالناس؟ كلما قلت. ده وجهه نظر جمهور الفقهاء. مع برضه راي تاني هيقول لحضرتك انه ما فيش مشقه في الاستنشاق والمضمضه، يعني الشخص السليم المعافى اللي قادر يتوضا اضافه الامر الخاص بالمضمضه والاستنشاق لا يعد مشقه. وجهه يعني نظرك هيسمعها يقول لا انا بقول لحضرتك ده سؤال صحيح. ممكن بعض الناس تطرحه، يقول اين المشقه اذا كنت انا كشخص اللي بيسال حضرتك سليم معافى وقادر على الوضوء بدنيا، يعني اللي بيتكلم باللغه ديت انا بعذره لانه بيتكلم عن منطقه وعن فهمه هو للامر، عن فهمه. لكن عايز اقول له مش انت لوحدك اللي البشر، في بشر تاني بيضيق ذرعا، في بشر عايز يخلق هي مره واحده كفايه يغسل وشي، تقول لي 3 مرات تقوم وهكذا. الشاهد انت امام خطاب لعدد من البشر غير محدود، تحاول ان تراعي في هذا الخطاب اكبر قدر منهم. ايوه فهمت. اكبر عدد منهم، وكل من يخاطب الناس بقناعته الشخصيه وكأنه هو النموذج الذي لا بديل عنه. ايوه ده بتسميه بقى اناني، بتسميه نرجسي، سميه زي ما تسميه. لكن المنطق الطبيعي ان الفقيه لازم يفتح مجال للاخرين ويعذر الاخرين. يبقى تعالى بقى شوف المذهب الظاهري ليه قال الاستنشاق بس هو الفرض؟ قال في حديث خرج بعض اصحاب السنن سيدنا النبي قال من توضأ فليستنثر، من توضأ فليستنثر، أي ينظف انفه. ايوه. فقال لك انا هاخد بدايه واجب والمضمضه سنه. جمهور الفقهاء قال لك المضمضه والاستنشاق سنه. ده عند المضمضه والاستنشاق. اللي بعدها ايه؟ نعم. احنا وصلنا لهذه الرساله، الاختلاف في الغسل. احنا قلنا المضمضه والاستنشاق خلاص دي نهايه الرساله. اخر رسائل الاختلاف في غسل اللحيه والعذار والاذن مع الوجه. ده على العنصر الاخير او الرساله. ده يا فندم كلها اللي انت قلتها ديت تدخل مع قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فاغسلوا ايه؟ وجوهكم. في وجوهكم. اضرب لك مثال كده اشوقك بس فيه. الوجه هو ما واجه الانسان به غيره ولذلك سمي وجها. انا واجهتك، يعني اللي انت شايفه مني هو ده وجهي. ثم يطلق الوجه كعلامة الانسان اللي انت تعرف تميز بيه بين بشر وبشر بوجهه اللي فيه رأسه، عينه، حواجبه، خدوده، انفه، بقه، بتعرف الانسان دي علمه. مش مصر لها علم والسعوديه لها علم، انا لي علم برضه اللي هو وشي، وستك لك علم اللي هو وجه حضرتك. الوقت اصبح فيه البطاقه، بس البطاقه مش هتبين الشخص الا بالصوره برضه، فاصبحت الصوره الوجه هو الاساس. لكن جسمك عمره ما يكون علم عليك، جسمي عمره ما يكون علم علي. من علامات تعرف في علامه كذا، لكن العلم هو الوجه. طب لما ربنا قال فاغسلوا وجوهكم، العين تدخل؟ ما انا بكلمك بفتح عيني وانت بتشوفها وانت كمان بتبص لي بعينك، يبقى العين المفتوحه ديت الميه تخش جواها. عبد الله بن عمر فهم كده،
واستمر انه يغسل وشه لما يجي يتوضا، واصيب يعني عافى الله الجميع بالعمى في اخر عمره. دخول الميه، وخاصه الميه اللي جايه من العيون ومن الابار وكده، ادت الى فقدان الرؤيه. لكن جمهور الفقهاء قال لك لا، غمض عينك واغسل وشك. طب الجفون وانت بتكلمني تغمض عينك وانا بشوف جفونك، ولا انت بتفتح عينك وانا بشوف عينك من جوه؟ شفت بقى الوجه فين؟ هذا من ضمن التفسيرات. ربنا قال فسروا وجوهكم، واحد فاهم الوجه هو ايه، والتاني فاهم لا ده كده هتضر نفسي فلازم اغمض. وبناقص العين يا اخي، يعني بناقص غسل العين من جوه، والا يبقى انا هضر نفسي. اتنين، تعالى شوف الانسان اللي هو حلق دقنه بيربي سوالف، اللي هي الشعر اللي بينزل موازي للاذن. الشعر الموازي للاذن ديت بعد الاذن مباشره بياض لا يخرج فيه شعر. نعم، مسافه بين هذا الشعر وبين الاذن. ايوه، هل هي من الوجه ولا من الراس؟ الامام مالك قال السوالف دي والبياض ده من الراس. جمهور الفقهاء قال لك لا، من الوجه. لما تغسل وشك لازم تعمم وتصل طب هو الى شحمتي الى شحمتي الاذنين. طب هو هيمثل فارق عند المستمع في ايه يا دكتور؟ هذا المذهب او ذاك، انهم قالوا هذه المساحه الضيقه جدا تنتمي او تعد جزءا من الراس او الوجه، هي هتفرق مع المتوضئ في ايه؟ هقول لك. روح الميضأة اللي هي مكان الوضوء، الوضوء اللي في المساجد، وهتسمع وتعرف قد ايه كلامي مهم. بتلاقي واحد بيراقب الاخر اللي بيتوضا، ويجي يغسل وشه كده ويمشي. وضوءك باطل، لازم الميه توصل لحد الشحمتين الاذنين. ده على مذهب الشافعيه والحنابلة والحنفيه. انا عايز اللي بيتوضا ده يقول له انا على مذهب مالك، اللي بيقول ان من اول السوالف مع الاذن وانت طالع مع الراس، والوجه بس من بين السوالف وانت جاي. يبقى فيها رايين، وارحم بها خلق الله من الافتئات على بعض، ولا لا؟ نعم. خد التالتة بقى الكبيره، اللحيه. الايه؟ اللحيه لو كانت خفيفه ما حدش اتكلم فيها، قال لك لازم تغسلها. طب لو كانت كفه تقيله ومربيها وفرحان بيها وفخور بيها، وعلى فكره فخر الانسان بنفسه وبذاتيته امر يرجع اليه، ولازم نحترم ارادته. هو احترم شنبه، ما جيش اتريق عليه. هو احترم لحيته، ما اقدرش استخف بيه. لابد من احترام الانسان لذاتيته. وزي ما انا بطالب باحترام اللي ربى لحيته لنفسه لان دي كرامته، بطالبه هو كمان يحترم اللي حلق لحيته وما يتهموش بانه منتقص في دينه. يقول له اصل الرسول كان مربي لحيته. الرسول كان مربي لحيته، ما هو برضه ابو لهب كان مربي لحيته. الرسول امر بقصوا الشارب وعفوا اللحى. هل الامر ده عرفي ولا الامر ده ديني؟ مساله خلافيه، ما هيش مساله متفق عليها. الشيخان من الشافعيه والقاضي عياض وروايه عن احمد قالوا لا، ده امر عرفي ما هوش امر ديني. الجمهور الفقهاء قالوا لا، ده امر ديني ويعتبر سنه او يعتبر واجبه. اذا مساله خلافيه في اللحيه. طيب سريعا اذا امكن يا دكتور، يعني عشان الوقت يتسع لانهاء هذه الرساله. فالمهم انا بطالب زي ما بحترم لحيه الاخر، صاحب اللحيه يحترم من يختلف معه في الشكل، من يختلف معه في عدم تربيه اللحيه. هنا بقى في تربيه اللحيه الكث دي يتوضا ازاي؟ 4 مذاهب. كم مذهب؟ 4. المذهب الاول بيقول يجب غسلها وتخليلها، يعني ادخال الماء فيها وتخليل اللحيه بالاصابع عشان الماء تدخل في الشعر. ده القديم عند الشافعيه. نعم. جمهور الفقهاء قال لا، يجب غسل الوجه وغسل اللحيه دون تخليلها. مسحها من الخارج بالماء، يعني مسح اللحيه بالماء. لا مش مسح، اسكاب الماء عليها وليس تخليلها، مجرد المسح. مالك بقى اللي قال الراي الرابع ده الثالث ده، قال مسحها، يغسل وشك واما اللحيه امسحها يتم بالماء. مسحها بالماء. اذا جمهور الفقهاء بيقول غسلها بالماء وليس تخليلها. القديم عند الشافعيه بيقولوا تخليلها. تخليلها ادخال الماء فيها وتخليل الاصابع.
المذهب المالكي بيقول مسحها. ابو يوسف من الحنفيه قال ايه؟ قال اعتبرها مش موجوده اصلا، مطلوب منك الوجه البشره بس تغسلها، البشره بس يعني السوالف لا، والبشره بس اللي هو الخدين والجبهه والانف والبق ده تغسله. واما الباقي يعتبره مش موجود. ده راي مين؟ ابو يوسف. أبو يوسف. كل دي اراء صحيحه؟ ايوه يا فندم، بس بقي عضو اخر اهم وهو الاذنين. هو في كلمه العذار والاذن. ايوه الاعذار، ما احنا اتفقنا على الاعذار اللي هو العذار السوالف، اللي هو نعم. خلصنا منها. لكن بقي الاذن. الاذن ديت 4 اراء فقهيه والله يا استاذ محمد، والله 4 اراء فقهيه. الامام الزهري اللي مات 124 هجريه قال هي من الوجه تغسل. الامام الشعبي اللي هو مات 103 هجريه قبل منه، نعم. عامر الشعبي، قال ظاهر الاذن من الوجه وخلفها من الراس. من الراس. خد الشافعيه والظاهريه قالوا ايه؟ عضو مستقل، عضو مستقل. الجمهور الفقهاء المالكيه قالوا لا ده من الراس، والحنفيه قالوا ده من الراس، الاذنين من الراس. كل دي اراء فقهيه. طب بس بقي سؤال يهم الجمهور، همسحها ولا مش همسحها في الوضوء؟ مش ده صح؟ سريعا يا دكتور لانهم بلغوني ان احنا مش هو ده السؤال الاهم؟ مش ده السؤال ماذا الأهم؟ سيفعل المتوضئ؟ ايوه يا فندم. يعني سيبك بقى من كل الخلافات اللي فاتت في الاذن، هي من الوجه ولا من الراس؟ نعم. الحنفيه والمالكيه قالوا يجب مسحها، واللي يتوضا من غير ما يمسح اذنيه وضوءه غير صحيح وغير كامل. نعم. جمهور الفقهاء الشافعيه والحنابلة والظاهريه قالوا سنه، لو ما مسحتش اذنك الوضوء صحيح وكامل ولا حرج عليك. اذا في النهايه في مذهبين، الحنفيه والمالكيه قالوا مسح الاذن ايه؟ واجب من واجبات الوضوء. نعم. والجمهور الفقهاء بيقول سنه من سنن الوضوء. التعدديه ديت هي دي الرحمه التي ندعو اليها. نعم. وباذن الله نكمل في الحلقه القادمه باقي اركان الوضوء بهذه التعدديه التي نتمنى من ذكرها وبعد ذكرها نعذر الاخر. نعم. زي ما انا مقتنع برايي اعذر الاخر براي اخر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا، نهايه هذا الحوار وهذه الحلقه من حلقات مجلس الفقه. شكرا لحضراتكم على المتابعه والى اللقاء.